شخصيات كتير في العالم حواليهم غموض كبير، في منهم اللي ما نعرفش إذا كان الكلام اللي اتقال عليهم حقيقي ولا لا، ومنهم اللي ما نعرفش هل كراماته كانت صفات حقيقية ولا مجرد وهم كبير. حد من الناس دي ويكاد يكون أغربهم، وكان بيتحكم في مصير العائلة الحاكمة في روسيا القيصرية، وهو الراهب الأكثر غرابة جريجوري راسبوتين. معرفتش روسيا القيصرية شخصية بغموض راسبوتين، واللي عجز التاريخ عن تفسير سيرة حياته واتكتب عنه فوق ال100 كتاب. اتولد راسبوتين سنة 1860 في مقاطعة تيومن في سيبيريا. ما تعلمش إلا القراية والكتابة وما أجدهمش بالشكل الكافي، ولكن من صغره بيمتلك البصيرة الثاقبة بالفطرة. حياة راسبوتين كانت مليانة بالبلاوي من صغره. توفت والدته وهو طفل وعنده 12 سنة، وبعد كده وقع أخوه في النهر ومات. ونفس الموضوع اتكرر مع أخته. اتقال عن راسبوتين إنه كان راهب، لكن ده ما حصلش أبدا، ولكنه قرب من حياة الرهبان من خلال بعض الأديرة القريبة من قريته، وما لقاش نفسه في الوسط الروحاني ده، ولكنه التحق في أواخر القرن ال14 في روسيا بتنظيم اسمه الخالستية، واللي كانت بتقول ينبغي علينا أن نصنع الشر حتى نرى رحمة الله في حياتنا. وهو عنده 30 سنة قرر راسبوتين إنه يكمل حياته كحاج إلى الأماكن المقدسة زي اليونان مثلا. في الوقت ده كان القيصر الروسي نيكولا وزوجته إلكسندرا كانوا بيؤمنوا بالعرافين والمشعوذين، وربنا كان رازقهم ب4 بنات وولد اسمه أليكسي، وهو ولي العهد. كان أليكسي مصاب بمرض نادر اسمه الناعور أو الهيموفيليا، وده معناه إن أي نزيف ناتج من جرح بسيط هيؤدي لنزيف دم بصفة مستمرة والوفاة. وإحنا هنا بنتكلم عن ولي العهد، فالمرض ده أثر عن القيصر وزوجته، وعينوا جيش من الأطباء للسهر على ولي العهد، وكان محاط بالرقابة عشان ما يتعرضش لأي جرح ممكن يتسبب في وفاته. وفي الوقت ده ظهر راسبوتين وتعهد للقيصر وزوجته إنه يحافظ على ولي العهد، وبالفعل والفترة طويلة جدا نجح في ده من خلال التنويم المغناطيسي الإيحائي، واللي ثبت عنه مهاراته في التنويم المغناطيسي بصوته بس، وكمان كان بيمارس التنويم المغناطيسي من خلال الهاتف. وعدد كبير قوي من الناس اتأثروا بصوته بالرغم ان عمر عينهم ما جت في عينه ابدا. كمان كان احد اسباب شهرة راسبوتين فصاحته وقدرته على الاقناع، ده غير شفاء الامراض ولأم الجروح من خلال وضع ايده على المكان فقط، وده كان سبب في زيادة عدد موردين. وطبعا قدرته الخارقة دي كانت سبب في توطيد علاقته مع العائلة المالكة من خلال إيقافه عدة مرات لحالات النزيف الخطيرة اللي تعرض لها ولي العهد. وكانت أغربها لما قدر راسبوتين إنه يوقف نزيف ولي العهد، وده على بعد أميال كتير جدا، ومكالمة هاتفية نيموا فيها مغناطيسية. ومن مهارات راسبوتين تحديد هوية السارق ومعرفة أماكن المسروقات من غير ما يعرف أي حاجة عن ملابسات السرقة. عاش راسبوتين حياة مليئة بالعلاقات المحرمة والقذارة وإهانة الدين وتعليمه، وده اللي خلى ناس كتير قوي تقول إن كل مهاراته وملكاته كانت بسبب اتفاق بينه وبين الشيطان، يعني باع روحه للشيطان مقابل المهارات دي. أما عن نهاية راسبوتين فهي مرت بحاجات غريبة جدا زي حياته لما دخلت روسيا الحرب العالمية الأولى عام 1914. كان ناجح جدا وعنده القدرة على تدمير كبار مسؤولين الحكومة والكنيسة لو انتقدوه أو اتكلموا في سلوكه. وكان المجلس التشريعي الدوما بيكره راسبوتين بسبب نصيحته للقيصرة إلكسندرا في عزل كبار المسؤولين عن مناصب الحكومة. وفي شتاء 1916 تآمر نواب الدوما على راسبوتين، وبالفعل نجحوا في استدراجه عشان يقتلوه. وبعد منتصف ليلة 16 ديسمبر سنة 1916 شوهد راسبوتين حي لآخر مرة، وبعدها الشرطة لقت جثته، وأثبت التشريح تناول راسبوتين السم وتلقى طلقات نارية قبل إغراقه بالنهر. ووقتها أعلنوا عن موته رسمياً، واللي عشان يقتلوه اضطروا لسمه، ولكن اكتشفوا إنه ما حصلوش حاجة لأن راسبوتين كان بياخد سم بشكل يومي عشان يتفادى أي محاولة اغتيال ممكن تحصل. ولما ما ماتش ضربوه بالنار، ولما قاوم اضطروا يرموه في المية. ودي من أغرب حالات الاغتيال على مر التاريخ، لأن طبيعي واحد حياته بالخرابة دي لازم كانت تنتهي بشكل أغرب. ودلوقتي وبعد ما سمعتوا قصة حياة راسبوتين وبالعلم من إنها مثبتة من عدة مصادر تاريخية، تفتكروا إنها حقيقية
ولا مجرد خرافات ومبالغات عن دجال؟ وهل كل المهارات الغريبة دي كانت فعلا بسبب عقد مع الشيطان؟